إلى الإتلاف والتخريب والضغط على الدفوف بصورة همجية، صورة الرعاع، لا يقل جرما عمن يدفع زوجته لمجالسة الآخرين لما لا يحسن ذكره على أذان المشاهدين. وماذا لو أن السيدة هي الإخوانية والزوج لا علاقة له بهذا التنظيم، وهناك حالات بالفعل يعني السيدة هي المتشددة والرجل لا حيلة له؟ لا، إذا كان لا حيلة له بهذا إنسان بائس له أن يمنعها، وبالتالي في هذه الحالة تعتبر ناشز، وبلا شك إذا فارقها فلا شيء لها في الشريعة الإسلامية، ليس لها مؤخر صداق، وليس لها نفقة متعة، وليس لها قائمة منقولات، لأنها امرأة ناشز. وأنا أقول لهن يعني قبل الأحداث الإخوانية سنة الحكم السوداء لهم كان الأشياخ المتسلفة في القنوات الفضائية يصدعون رؤوس الناس: وقرن في بيوتكن، يعني لا تشتغلن لا في التدريس ولا في القضاء ولا في المحاماة ولا في الطب وكانوا يريدون للمرأة أن تكون مجرد غاسلة طاهية خادمة، ويستدلون استدلالا خاطئا بقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، يعني المرأة لها مجرد القرار في المنزل. طيب لو ان الاستدلال خطأ، لان الآية نزلت في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لأنهن صاحبات الاستماع والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبلغنا ذلك، كما قال الله في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لكن أنا أقول حتى أدلل وأبرهن على أن هؤلاء القوم يتلاعبون بالقرآن الكريم والسنة النبوية. كانوا في الماضي القريب يقولون ويستشهدون: وقرن في بيوتكن. فما الذي جرى الآن؟ المصلحة تغيرت. لماذا لا يستصحبون الآية وأفهامهم ويقولون لأزواجهم ولبناتهم: وقرن في بيوتكن؟ المصلحة تغيرت. المصلحة الدنيوية مش المصلحة الدينية. صحيح. المصلحة الدنيوية، ولكن هذه التظاهرات مصيرها إلى الفشل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن يساهم ويسبب ويشارك آثم محارب باغ والله من ورائهم محيط. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة